مباراة الدرع، بداية الشوط الأول لمباراة توقع لها الجميع أن تكون في قمة المتعة الكروية وسط ترقب من جماهير صاحب الأرض النصر التي زحفت قبل اللقاء بساعات. أولى المحاولات كانت خضراء ضائعة من رأس الهداف محمد مبارك، وفي رد سريع للنصر حمدي هوبيس يبدأ أولى المحاولات بتمريرة خلفية تصل لهيثم تبوك ينفرد ويضع الكرة لتصطدم بالحارس العرباوي قبل أن تعود من جديد لهيثم ليضع الكرة بالوضع طائرا وبرأسه هدفا أول للنصر أشعل به مدرجات الملعب التي امتلأت بكاملها. استقبال رائع بالصدر والانطلاق نحو المرمى العرباوي وإصابة الهدف، والنصر يقطع نصف المشوار للقب. الوضع لن يرضي الضيوف بالتأكيد، والأداء سيكون أكثر جدية وحزم من الأخضر، وأحمد مبارك كانوا يجرب حظه من بعيد بتسديدة علت العارضة النصراوية. بذكاء محمد مبارك ينفذ خطأ خارج منطقة الجزاء النصراوية، واستقبال رائع على رأس أحمد مبارك كانوا يضع الكرة بكل دقة على يمين الحارس النصراوي ليعادل كانوا النتيجة ويصفي الحسابات المعقدة ويعيد الجدول من جديد. هدف جميل يستحق الإشادة من رأس عرباوية دولية. النصر الأكثر تنظيما في وسط الميدان، كرات قصيرة أسفرت عن خطأ للأزرق ينفذه المحترف إبراهيم السيد، ترتد من حارس العروبة تجد فوزي بشير، وبلغة الدوليين يهيئ الكرة لهيثم تبوك يضع الكرة للمرة الثانية في الشباك العرباوية ليتقدم النصر بهدفين لهدف. هدف جميل وهدف ثمين، ربما لكان الأثمن والأغلى في موسم كامل للأزرق، وهو بالفعل كان كذلك ليضمن للنصر الفوز بلقبه الخامس بالدوري. من حق النصر أن يفرح، ومن حق جماهيره أن ترقص وتغني على طريقتها الخاصة التي اشتهرت بها.